يوسف زلال يطيح بخصمه هولندي الذي اراد اللقب. طبعا يوسف زلال نجم اليو اف سي، نظن عنده مقاطع قبل كده، جدا احب ان أنا اشوفه يا عمي. من كام يوم، من يومين بالضبط تقريبا، امبارح او امس او اول امبارح يعني، كان كسب خصم هولندي واتكلمت عنها جميع الصحف في اليو اف سي. النهارده نشوف مع بعض كده، نشوف هذا التقرير المميز، نشوف مع بعض ايضا النزال. فالاول رجاء وصلوا ل 100 مشترك، اتوقع هذا رقم جدا سهل بالنسبه لكم. شاروا هذا المقطع في كل مكان، وانتظروا ان شاء الله مقاطع بنستمر ان احنا بننزلها بشكل باذن الله كده متصل، ومقاطع انتم بتحبونها اكتبوا تحت اقتراحاتكم عشان نستمر في ان احنا ننزل اللي انتم بتحبوه. ويلا على طول ليتس جو. فهذا اليوم نزالا انتظره الجميع منذ أسابيع، حيث عاد يوسف زلال إلى الحلبة ليواجه غارنو المقاتل إيرينز ضمن منافسات منظمة اليو اف سي. وأقيم هذا النزال في لاس فيغاس كجزء من البطاقة التمهيدية. يوسف ليس مجرد مقاتل، بل هو مثال حي للإصرار والعزيمة. فبعد أن واجه أكبر تحد في مسيرته المهنية، لم يستسلم للحظ السيء، بل استغل هذه الفرصة ليثبت للعالم أن الإرادة القوية هي أقوى سلاح. When they called me and released me, that was kind of like a silent moment, like I just got hit by a flash grenade or something like that, you know? So we're not going to renew your contract. You got to go fight it outside. And then looking at the percentage of people coming back to the UFC, it's not that high. So it's like, whoa, damn, you know? Like, I don't know what's going on right now. So I was in just a deep thought spot for months, man. على الرغم من قرار الرئيس دانا وايت بطرده من بطولة يو اف سي، إلا أن يوسف أثبت للعالم أجمع أنه من أصلب المقاتلين. بعد الخروج من أكبر بطولة للفنون القتالية المختلطة، كان من المتوقع أن يفقد. يا أخي زلال دائما أعرف عنه أنه هو راجل مقاتل وأيضا شرس ودائما مثابر، إن قصته جدا جميلة، لكن دانا وايت هذا ما يحبه الصراحة. هذا يوسف بريق، ما عليه. لكنه من خلال التدريبات الشاقة والتضحيات الكثيرة تمكن يوسف من العودة أقوى من أي وقت مضى، ليس فقط بدنياً بل ذهنياً أيضاً. وقد تجسدت هذه العودة القوية في انتصاراته المتتالية التي أذهلت الجميع. بعد مغادرته للمنظمة، أثبت يوسف تميزه في 3 مواجهات خاضها خارج اليو اف سي. في أول نزال له بعد خروجه، واجه يوسف إدوين تشافيز في منظمة سبارتا. أظهر يوسف براعته ومهاراته القتالية مرة أخرى، حيث تمكن من تحقيق النصر في الجولة الأولى عبر الضربة القاضية بعد موجة من اللكمات المتتابعة. صحيح. بعد هذا الفوز، واصل يوسف تعزيز رصيده بالانتصارات. في مواجهته التالية ضد جيك تشايلدرز، أثبت مرة أخرى قدراته، حيث كان مذهلا بكل صراحة. يوسف حقق النصر بالضربة القاضية بعد دقيقة واحدة فقط من بداية الجولة الأولى، وذلك بوابل من اللكمات التي لم تترك لخصمه أي فرصة للرد. استمرت سلسلة انتصارات المغربي عندما واجه فاديم زادنبرياناي. في هذه المواجهة كان خصمه عاجزاً عن مجاراة مهاراته، وتمكن المغربي من تحقيق الفوز عن طريق الإخضاع، مستخدماً حركة الخنق التي نفذها ببراعة بعد 3 دقائق من الجولة الأولى. تألق يوسف وأداؤه المميز لم يمر دون أن يلفت الأنظار. هذه الانتصارات أبهرت الرئيس دانا وايت، مما دفعه للتعاقد معه مرة أخرى. بعد عودته إلى يو اف سي، واجه يوسف المقاتل الأمريكي بيلي كورانتيلو، الذي كان يعتبر من بين المقاتلين الأكثر خبرة، ولم ينهزم أبدا بالإخضاع طوال مسيرته. لكن عندما واجه المغربي يوسف، تغيرت الأمور. في مواجهة صعبة، تمكن يوسف من كسر سلسلة انتصارات بيلي وتحقيق فوز مهم جدا، حيث أجبره على الاستسلام للمرة الأولى في مسيرته. اليوم يوسف واجه الهولندي غارنو إيرينز في نزال مهم جدا لكلا المقاتلين. هذا النزال يحمل أهمية خاصة، حيث يسعى كل منهما لإثبات نفسه في فئة وزن الريشة، التي تعتبر واحدة من أكثر الفئات تنافسية في عالم الفنون القتالية المختلطة. صحيح يعني. من جانبه، أعرب المغربي عن رغبته الشديدة في إثبات أنه يستحق مكانا بين أفضل المقاتلين في هذه الفئة، مما سيزيد من فرصه للتقدم في مسيرته والاقتراب من المنافسة على ألقاب أكبر. بدأت المعركة بحذر وترقب، حيث قام كلا المقاتلين بتقدير المسافة بينهما بعناية، وكل منهما كان يراقب تحركات الآخر بحذر. يوسف كان أول من أخذ المبادرة، وبدأ بتوجيه ضربات دقيقة ومركزة لإرباك خصمه. في الوقت نفسه، كان كلا المقاتلين يسعى لتجنب المخاطر في هذه المرحلة المبكرة. مع مرور الوقت في الجولة، رد إيرينز بركلات عدوانية،
محاولا استخدام قوته للتفوق على يوسف، لكنه واجه صعوبة في توجيهها بدقة، مما قلل من فعاليتها في إيقاف تقدم يوسف أو تغيير مسار المعركة لصالحه. مع ازدياد وتيرة القتال، قرر يوسف تغيير استراتيجيته من الاعتماد على الضربات إلى استخدام مهاراته في المصارعة. بدأ بمحاولة إسقاط إيرينز لتحييد قوة خصمه ومنعه من الاستمرار في توجيه الضربات. بعد مناورة ذكية وتوقيت دقيق، نجح يوسف في مسك الخصم، مسقطاً بعدها إيرينز على الأرض بنجاح. بمجرد أن أصبح القتال على الأرض، وبفضل خبرته في الجوجيتسو، تمكن يوسف من السيطرة على إيرينز بشكل كامل، حيث بدأ في البحث عن الفرصة المناسبة لإنهاء القتال. انتقل زلال بسلاسة ومرونة إلى ظهر إيرينز. من هذا الموقع المهيمن، بدأ زلال في تنفيذ حركة الخنق الخلفي، وهي واحدة من أكثر حركات الاستسلام فعالية في القتال الأرضي. بهذا الأداء، يوسف زلال يحصل على أول مكافأة له في UFC بقيمة $50,000، جائزة أفضل أداء في الليلة. Listen, what is going on? You leave the UFC for a little while, you come back, and you're looking phenomenal. That's 2 quick wins now, getting the job done in absolute style. This seems like a new version of you. Yeah, man, I'm trying to change my life, man. I told you guys that before, and I'm telling you again, I will be a world champion. And obviously, I got to give all the praise to Allah, my God. Alhamdulillah, man. This is all the dedication, hard work. Look at my team, man. Big shout out to my team. And my sister. And then her husband for the first time watching me. Shout out to my barber, always keeping me look good. I'm on a mission right now, man. I don't care who it is. I really don't care. I know he has a fight. I wanted to fight Barbosa. And all those guys. I know just Giga الصراحات just fought. قوية جدا And I know الصراحة من أبو زلال. يا أخي أتمنى تكونوا استفادوا هذا المقطع. دائما نرى زلال في تقدم، إنه يستحق. أنا بتابعه من زمان، هذا الرجل عاد من الخلف يعني. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. تحت لكم وقت الحلقة. مع السلامة.